السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي الأعزاء في كل مكان داخل الوطن أو خارج الوطن. اليوم 31 أكتوبر 2025. اليوم الجمعة، اليوم تاريخي، اليوم يخلد في ذاكرة كل مغربي ومغربية. يوم يعلو فيه الحق وتسطع فيه فرحة الوطن الغالي من طنجة إلى القويرة. إخواني أخواتي، يعجز اللسان عن التعبير. هنا بمدينة القنيطرة اليوم لا مكان إلا للبهجة، ولا حديث إلا عن الفخر بالانتصار والانتماء للوطن والولاء للعرش العلوي المجيد. وجوه مشرقة وقلوب نابضة بالحياة، وأصوات تنادي من الأعماق: عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. عاش المغرب حرا أبيا موحدا. إنها مدينة القنيطرة. إخواني أخواتي، ما انتهى الخطاب الملكي السامي حتى أمت الفرحة مدينة القنيطرة من أقصاها إلى أقصاها. اليوم 31 أكتوبر، يوم تاريخي، يوم عيد، إنه عيد. إخواني أخواتي، اليوم خرج المواطنون والمواطنات إلى الشوارع، رجالا ونساء، كبارا وصغارا، يهتفون بحب الوطن ويعبرون عن انتمائهم العميق لهذه الأرض الطيبة. الأعلام إخواني أخواتي ترفرف في السماء، والزغاريد أصوات السيارات التي تعلن الفرح بصوتها المميز. إخواني أخواتي، في كل مكان يعجز اللسان عن الوصف. مشهد وطني مهيب، مشهد وطني مهيب يختصر حب المغاربة لوطنهم العزيز. الحمد لله والشكر لله. استرجعنا أقاليمنا الجنوبية، استرجعنا الأقاليم المسترجعة. نحتفل هذا اليوم كما بمدينة القنيطرة وكسائر المدن بالمملكة المغربية. إخواني أخواتي، يعجز اللسان، أقسم بالله أن لساني يعجز عن التعبير. اليوم نحتفل بمدينة القنيطرة التي تحتفل على طريقتها الخاصة كسائر المدن بالمملكة المغربية، وتبعث للعالم رسالة واضحة: إن المغرب بقيادته الحكيمة ماض في طريق النصر والتقدم، وأن شعبه سيبقى دائما وأبدا ولله الحمد دائما صفا واحدا خلف رايته الخفاقة. إنه هذا اليوم ليوم تاريخي. إخواني أخواتي، اليوم فرحة وطن، اليوم فرحة شعب يؤمن بأن المستقبل ولله الحمد وإن شاء الله بإذن الله سيكون أجمل وأقوى، لأننا جميعا أبناء هذا الوطن العزيز. عاش المغرب، وعاشت المملكة المغربية، وعاشت مدينة القنيطرة رمزا للفخر والانتماء مثل جميع المدن المغربية. اليوم إخواني أخواتي، اليوم لحظة تاريخية في الحقيقة، ونترحم عن شهدائنا الأبطال، نترحم الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن. لم تذهب دماؤهم ولم يذهب دمهم سدى، ولم يذهب هباء منثورا. كل خطوة نحو الحرية والاستقلال كانت مرسومة بدمائهم الطاهرة، وكل إنجاز هو شهادة حية على صمودهم وإخلاصهم. لن ننسى إخواني أخواتي أولئك الذين قدموا الغالي والنفيس في سبيل الوطن، والذين